ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة داخلين على عالم مختلف شوية. مش عربية، مش موتوسيكل، لكن سكوتر كهرباء عامل ضجة كبيرة جدا. معانا أناجي سكوتر. سكوتر شكله بريميوم، خفيف بشكل مش طبيعي، وبيستهدف ناس معينة جدا. بس السؤال المهم، هل أناجي يستاهل فلوسه؟ ولا مجرد منظر على انستجرام؟ خليك معايا للآخر. يعني ايه أناجي؟ أناجي شركة أمريكية بتركز على فكرة واحدة بس: سكوتر تنقل يومي شيك وخفيف، مش معمول للسباقات ولا للطرق الوعرة، لكن معمول للمدينة، للمشاوير السريعة، للي عايز حاجة سهلة وأنيقة. نخش في الجد بقى. سكوتر أناجي بيجي بمحركين كهرباء، كل محرك 250 واط، إجمالي القوة 500 واط، وده يديك تسارع ناعم جدا، سحب محترم، صعود مطالع المدينة من غير معاناة. السرعة القصوى حوالي 32 كيلومتر في الساعة، وده رقم ممتاز جدا لفئة سكوتر تنقل يومي داخل المدينة. البطارية هنا مش الأكبر في السوق، بس مناسبة للفكرة اللي معمول عشانها سكوتر. المدى 20 ل 25 كيلومتر حسب وزنك وطريقة سواقتك. الشحن الكامل 4 ل 5 ساعات، يعني تخرج مشوار، جامعة، شغل، وترجع من غير قلق. هنا أناجي بيكسب الجولة. وزن السكوتر حوالي 12 كيلوغرام، خفيف جدا، تقدر تشيله بإيد واحدة، تطلع بيه سلم، تحطه في شنطة عربية بسهولة. لو بتتنقل مترو، أتوبيس، أو ساكن في عمارة، النقطة دي لوحدها تخلي أناجي اختيار ذكي جدا. خلينا نتفق، أناجي من أجمل الاسكوترات في شكله. تصميم بسيط، خامات فخمة، مفيش زحمة تفاصيل، تحس إنك ماسك مش مجرد سكوتر، لكن جادجت بريميوم. وده سبب رئيسي إن ناس كتير تختاره. العجل هنا صلب، بدون هوا. الميزة، مفيش بنشر، مفيش صيانة. العيب، إحساس بالمطبات أكتر. الطرق المكسرة هتحس بيها. فالراحة ممتازة على طرق نظيفة، متوسطة على الطرق التعبانة. فرامل إلكترونية، فرامل ميكانيكية، التحكم ثابت، والفرامل كويسة جدا في السرعات الطبيعية، وده مهم جدا لسكوتر مدينة. نكون واضحين، سعره أعلى من منافسين كتير، مش أنعم سكوتر في المطبات، مش مناسب للطرق الطويلة ولا للناس اللي بتحب السرعات العالية. لو أنت بتتنقل جوه المدينة، عايز سكوتر خفيف، يهمك الشكل والعملية، مش عايز صداع صيانة، أناجي اختيار ممتاز. لكن لو عايز مدى أطول، أو راحة أعلى، أو سعر أقل، يبقى بص على اختيارات تانية. ده سكوتر أناجي مش لكل الناس، بس مناسب جدا للناس الصح. قول لي رأيك، تختار أناجي ولا تفضل سكوتر تقيل ببطارية أكبر؟ ما تنساش لايك، اشتراك، تعليق، واستنى مراجعات تقيلة جاية.